سيبك بقى من كل الكلام اللي انت سمعته في السوشيال ميديا الفترة الأخيرة أو كل الكلام اللي الصحفيين اتكلموا عليه أو أي قناة تانية نزلت عن الموضوع ده. أنا هنا في القناة بتاعتي جايب لك ملخص عن إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر. بس قبل ما أبدأ أنا حابب أشكر كل اللي دعمني وكل أي حد عمل اشتراك في القناة أو كان بيعمل أي لايك لأي فيديو أنا كنت بنزله، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك ونقدر نعملها إن شاء الله. ويلا بينا نخش في الموضوع. طبعا الموضوع هو كالآتي، ان احنا كلنا كنا عارفين ان مصر هتلعب بأداء كويس، وشفنا التدريبات اللي كانت قبل البطولة، شفنا الماتشات الودية اللي كانت قبل البطولة، بس اتفاجئنا كلنا بالأداء الهزلي اللي كانت مصر بتلعب فيه أفريقيا. شفنا قد ايه المنتخب في المجموعات كان بيلعب مع فرق كويسة او كان فرق في المتناول، وشفنا قد ايه ان هو ما كانش قادر ان هو يجاريها، مع ان مصر صاعدة من دور المجموعات مركز اول، ودي حاجة كويسة برضو، بس انت صاعد بأداء هزلي. شفنا مصر في ماتش جنوب افريقيا كانت بتلعب ازاي، جابت جون وماتت عليه، او ان هي اتعادلت مع جنوب افريقيا في اخر ماتش. شفنا حاجات كتير قوي منتخب مصر عملها كنا كلنا استغربنا اللي هي بتحصل في الملعب. شفنا تشكيلة غلط، شفنا حاجات كتير غلط، شفنا اداء منتخب مصر الفترة الاخيرة وكان اداء مخيب للامال جدا. كلنا استغربنا من الاداء ده. مش ده اداء منتخب مصر يا جدعان، مش ده الاداء اللي المفروض اللي مصر كانت تلعب بيه في البطولة. كلنا كان عندنا امل ويقين ان مصر هتخش البطولة دي انها تعمل حاجة كويسة، لكن كلنا وممكن يكون حسام حسن شخصيا اتفاجئ بالاداء بتاع منتخب مصر في البطولة. ما اعرفش بقى كانت مشكلة مدرب، ولا مشكلة لعيبة، ولا مشكلة اختيارات فنية في الملعب، ولا مشكلة ان انت ما درستش الماتش كويس، او مشكلة ان انت ما درستش المنتخب اللي انت نازل تلعب معاه. ما اعرفش، بس كل اللي احنا شفناه ان الاداء بتاع منتخب مصر في البطوله كان وحش، باستثناء ماتش كوت ديفوار، عشان ماتش كوت ديفوار كان ماشي بطريقه غريبه جدا. ماتش كوت ديفوار لو المنتخب او حسام حسن كان هو اللي حاطط السيناريو بتاع الماتش ده، والله ما كان هيوصل بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه اللي احنا شفناها للماتش بتاع كوت ديفوار. كلنا شفنا الاختيارات الغلط اللي حسام حسن اختارها في القايمه اللي راحت افريقيا على حساب لعيبه كويسه جدا كانت بتلعب في الدوري المصري، او ما زالت انها بتلعب في الدوري المصري، على حساب لعيبه ما تفهمش بقى هو واخدها واسطه، واخدها عشان فلوس، واخدها عشان حد من اللعيبه الكبار قال له هاتهم، ما تفهمش. لعيبه كتير جدا، لعيبه كتير جدا لعبت مع منتخب مصر او جت في القائمه بتاعت منتخب مصر، وشفنا انها ما تنفعش انها تلعب في مركز شباب اصلا. شفنا صلاح محسن ملوش اي 6000 لازمه في البطوله، وطلع يقول لك اصل ده هيبقى جده التاني وده مش عارف ايه والكلام ده كله، وهو اللي هيكون سبب الفوز. ما لعبش في البطوله ولا كام دقيقه، غير كام دقيقه لا تذكر. شفنا اختيارات نيلة للاعيبه في التشكيله على حساب لعيبه تانية. شفنا ظلم كابتن حسام حسن لمصطفى محمد، وان هو قد ايه مشخصنها معاه على مصلحه المنتخب. يعني انت اللاعب هينزل يفيدك وهيقدم لك حاجه كويسه مع المنتخب، بس انت شخصنتها معاه وقلت ان انا مش هلعبه علشان خاطر ان هو تقريبا لو اتذكر ان هو طالع تف على حسام حسن عشان حصل فيه تبديله او حصل تاتش بينهم من يومها، وهو يا عيني لازقه في الدكه وما بيشوفهاش او بينزل اخر دقيقتين وشكرا. ده ظلم على مصلحة المنتخب. ظلمت لعيب علشان مصلحتك، في المقابل ظلمت المنتخب بلعيب كان هيقدر ان هو يفيد المنتخب. لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي، لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي في الدرجة الأولى قصاد أندية تقيلة، بيلعب في دوري الأبطال، بيلعب في يعني لعيب محترف، لعيب هيقدر ان هو يديلك في الملعب، لعيب ممكن في ثانية يقلب لك النتيجة، بس انت مشخصنها معاه فمقعده على الدكة جنبك. وهفضل على اقتناع تام ان منتخب مصر يستحق مدرب عليه القيمة اكتر من المدرب اللي هو ماسكنا حاليا. مدرب يعرف يعني ايه قيمة منتخب مصر، مدرب مش جبان، مدرب يقدر ان هو ينزل ما يخافش من اي منتخب بيلعبه، مدرب عارف هو نازل عاوز ايه، مدرب ما يرصش ال 11 لعيب في منطقه الجزاء. وده كلام انا، يعني ده كلام انا، واللي عاوز يعاركني يعاركني، او اللي متفق معايا متفق، او اللي مش متفق معايا مش متفق، كل واحد حر في رايه وكل واحد عنده راي يحترم. مصر خسرت من السنغال 1-0 في نصف نهائي كاس الافريقيه. السنغال اللي بقت عقدتنا وبتخسرنا للماتش الثالث على التوالي. اول ماتش في افريقيا لما خدت مننا النهائي، تاني ماتش بتصفيات كاس العالم اللي قبل اللي فاتت لما طلعتنا من ملعبها بضربات الجزاء،
وتالت ماتش من كام يوم في نصف نهائي كاس الافريقيه لما كسبتنا بجون ساديو ماني لما شاطها، ومحمد الشناوي البي بتاعنا ما رضاش ان هو يترمي عليها، او كسل ان هو يترمي عليها، او ما هنش عليه ان هو يعمل تراي، او ان هو يعمل لقطه اي شو عشان خاطر يبان ان الكوره كانت صعبه وخلاص. ما حصلش وخسرنا 1-0 وطلعنا من نصف نهائي كاس الافريقيه. عارف بقى ليه السنغال كسبتنا؟ بسبب ان هم ما عندهمش اللاعب الاوحد، ما عندهمش النجم الاوحد، ما عندهمش واحد واخد كل الشو وماشي، او ممشي المنتخب كله زي ما هو عاوز، او ممشي كل اللاعيبه بالاداره بالاتحاد بكله زي ما هو عاوز. بعد الخساره دي مصر من السنغال وخساره نيجيريا من المغرب بضربات الجزاء، وشفنا ضربات الجزاء بتاعت نيجيريا والمغرب وقد ايه ياسين بونو هو اللي شال المغرب. ده الفرق بين الحارس اللي يشيل منتخبه والحارس بتاعنا اللي يودي المنتخب بتاعه في 60 داهيه. مصر هتقابل نيجيريا يوم السبت الساعه 6 على مركب محمد الخامس في ماتش تحديد الثالث والرابع، او ماتش تحديد مين اللي هياخد البرونزيه بتاعه المركز الثاني في كاس الافريقيه. طبعا هيكون اكتر ماتش مفيش حد متابعه من الجمهور المصري، لا بقى في قهاوي ولا حد هيضيع من وقته ان هو ينزل يتابع فريق بيلعب على المركز الثالث. اصل ده مش النادي الاهلي في كاس العالم للانديه عشان الناس تنزل تشجعه، لا ده منتخب مصر واللعيبه مش رجاله وما ادوش كويس، فبالتالي مفيش حد هينزل او هيديله اي اهتمام عشان لاعيبه مش رجاله. اكيد مش هنروح نتابعها يعني في مركز ثالث ورابع. المهم بقى هنا، وخدها مني صريحه وما تراجعش ورايا، في كلام داخل اتحاد الكوره ان لو حسام حسن ما قدمش مع المنتخب في ماتش تحديد الثالث والرابع اداء كويس بتشكيله كويسه واللاعيبه لعبت رجاله وحط خطه كويسه، 90% لو مصر خسرت الماتش ده حسام حسن مطلوب منه ان هو يقدم استقالته من الملعب في المؤتمر، او ان هو اللي يطلع يقدم استقالته في حب مصر، وان هو يتمنى لمصر مدرب كويس وكل الكلام من ده. طبعا الكلام ده كله متوقف على اداء مصر يوم السبت او بكره في الماتش بتاع نيجيريا، اللي هو لو مصر خسرته باداء وحش محمد او حسام حسن هيقدم استقالته وش. طب ده الكلام اللي داير جوه اتحاد الكوره، او ده الكلام اللي شبه مؤكد هيحصل بعد الماتش لو مصر خسرت من نيجيريا او خسرت منها البرونزيه، لان كل الامال على البرونزيه. ما هو انت ما ينفعش ان انت تكون طالع ده كله ولعبت ده كله في الاخر تيجي على يعني خلاص يعني ابسط حقنا ان انت تاخد البرونزيه وتخسره. يعني مش هينفع ان انت تكون عملت ده كله وفي الاخر بتكون تلعب مع نيجيريا اللي انت كاسبها اصلا ودي قبل ما تخش البطوله، وفي الاخر تيجي في البطوله وتكسبها. لان كل الامال على البرونزيه وبتقديم اداء كويس واداء يشرف واداء يخلي الناس تثق في المدرب تاني واللعيبه. فكل الانظار متجهه حاليا لماتش يوم السبت بتاع تحديد البرونزيه، وكل الانظار متجهه هل هيتم اقاله حسام حسن بعد الماتش ولا هيتم تجديد الثقه لحسام حسن ويكمل ويخش معانا في الماتشات الوديه اللي هتتلعب قبل كاس العالم ويكمل معانا كاس العالم. كل ده اللي احنا هنعرفه بكره يوم السبت، او بكره الساعه 6 في ماتش تحديد المركز الثالث والرابع قصاد نيجيريا. هل محمد صلاح هيقدر وهو رفاقه ان هو يخلي حسام حسن ما يقدمش استقالته، ولا هيكون اداء مخيب للامال كالعاده من محمد صلاح ورفاقه وبالتالي هيتم تقديم استقاله حسام حسن من تدريب منتخب مصر؟ نيجي بقى للدوري المصري او الكره المصريه عموما بشكل عام بعنوان ليله سقوط الكبار، وهم الاهلي وبيراميدز والزمالك. كلنا عارفين ان الدوري المصري بيكون واقف لما مصر بتروح تشارك في افريقيا، علشان يعني هو كل واحد او كل دوري او كل اتحاد مشارك في افريقيا له الحق ان هو يا اما يكمل او ان هو ما يكملش في الدوري لحد ما البطوله تخلص. بس في ناس بتقول لك انا مش هلعب من غير الدوريين، فبالتالي الدوري المصري متوقف. هنا بقى يعني النقطه دي طبعا بتوع السبوبه مش هيسيبوها، يعني احنا هنسيب شهر ولا شهر ونص من غير ما نطلع فلوس او نعبي في كروشنا اي حاجه؟ فاخترعوا لك بطوله اسمها كاس الرابطه، او بما يسمى التسميه الجديده بتاعتها كاس عاصمه مصر. البطوله دي اكتر بطوله مضحكه ممكن تشوفها في حياتك كلها من يوم ما اتعملت، وهي بتكون الفرق الصغيره بس، لان الاهلي والزمالك وبيراميدز بيشاركوا فيها بالاحتياطي او بالناشئين او من ده على ده. يعني هات لنا شويه الاحتياطي اللي ما راحوش مع مصر في البطوله افريقيا، وهات لنا شويه من الناشئين وخلطهم على بعض وحط التشكيله وانزل العب. او لما بتكون في وقت غير دولي وان انت معاك كل اللعيبه الدوليه، برضو الثلاث انديه اللي بقول لك عليهم دولت مش بيشاركوا فيها باللعيبه الدوليين او اللعيبه النجوم بتاعتهم، سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز، لان بيراميدز دلوقتي بقى هو النجم الثالث للاهلي والزمالك او قطبي الكره المصريه. المضمون من البطوله دي عزيزي المشاهد ان البطوله دي سبوبه مش اكتر، وهقول لك شويه حاجات دلوقتي هتدل ان هي سبوبه. هل تكون في بطوله معموله في مكاسب وفيها رعاه ويسمحوا ان الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم اتقل 3 فرق ان هم يلعبوا بالفريق الاحتياطي او بالناشئين؟ ما هو بالتالي الثلاثه هيخسروا، وده اللي حصل فعلا. هل انا
انا كصاحب شركه رعاه، هل انا هحط فلوس في بطوله انا عارف ان مش هيكون في حد بيتفرج عليها اصلا؟ فبالتالي انت بتعمل البطوله دي ليه؟ ما اعرفش. خد بقى الكبيره، ان اول البطوله دي بياخد فلوس اكتر من اول الدوري المصري، اللي هو اصلا البطوله الرسميه في مصر، اللي بتطلعك دوري ابطال افريقيا او بتدخلك كونفدراليه او بتحدد 3 مراكز الهبوط كل سنه. المركز الاول في البطوله دي بياخد فلوس اقل من المركز الاول في كاس الرابطه او كاس العاصمه زي ما بيسموها في المسمى الجديد بتاعها. هل ده يعقل؟ هل ان انت بطوله رسميه عندك، اكبر بطوله في الدوري او اكبر بطوله في مصر، يكون المادي بتاعها اقل من بطوله وديه بيشارك فيها انديه شركات بس، والاهلي والزمالك وبيراميدز لما بيشاركوا فيها بيشاركوا بالاحتياطي او بالناشئين؟ هل ده يعقل؟ هل ده كلام ان هو يدل ان فعلا دي بطوله مهمه وبطوله الناس كلها مركزه عليها، غير ان هي بطوله مصالح وبطوله سماسره وبطوله فلوس بتعبى في الكروش كالعاده في مصر؟ بطوله ما هي الا حشو ماتشات في جدول الانديه. يعني عندك فرق زي الاهلي والزمالك وبيراميدز بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا، وبيشاركوا في السوبر الافريقي، وبيشاركوا في كاس مصر والسوبر المصري، ولو في برونزيه ولا في كاس الانتركونتيننتال ولا كاس العالم للانديه، كل ده بيشاركوا فيه. يعني احنا شفنا الاهلي وبيراميدز في السنين اللي فاتت هم اللي بيشاركوا في كل البطولات ديت. هل يعقل ان انت تحشلهم ماتشات من كاس الرابطه في بطولات؟ يعني انت دلوقتي الاهلي والانديه دي بتلعب بطولات من دي، هتيجي انت تقول له معلش اصل انا هحط لك ماتش من كاس الرابطه في النص؟ يا عم ما تحرق كاس الرابطه. كل الانديه اللي قلت لك عليها دي في ضغط مباريات وفكره من اليأس او حاله من اليأس بسبب البدني بتاع اللعيبه، فتقوم ضغطهم في بطوله ودي. من وجهه نظر انا انها ودي. الاهلي والزمالك وبيراميدز من بدايه ما اخترعوا البطوله دي وهم مش بيصعدوا من دور المجموعات اصلا، وبتخلص على انديه الشركات. يعني اتعملت 4 مرات منها، سيراميكا كليوباترا خدهم 3 مرات، او نادي شركات يعني خدهم 3 مرات من الاربعه وعلى التوالي. هي الفكره كلها او الميزه الوحيده في البطوله دي انها بتخليك تكتشف ان مفيش ناشئين في مصر، او مفيش قطاع كوره في مصر للعيال الصغيره اصلا، او للموهوبين، او للي عايز يلعب كوره، او اللي عايز يشترك في اي بطوله. كلها فلوس وكلها سماسره، كله عايز فلوس عشان تلعب. ابن الغني هيلعب حتى لو مكسح، وابن الفقير الموهوب مش هيلعب حتى لو كان ميسي في نفسه. هي بقت الكوره في مصر كده، معاك فلوس هتلعب، معاكش فلوس شوف لك اي شغلانه تانية. شفنا الاهلي السنه دي بيلعب باللعيبه الاحتياطيين واللعيبه الناشئين في البطوله ديت، وقد ايه الواحد قرفان من الاداء والمنظر بتاع اللعيبه اللي ما بتفقدش اي حاجه في الكوره، او ان هي مش فاهمه اي حاجه في اساسيات الكوره ولا عارفه انها تعمل اي حاجه في الملعب. شفنا قد ايه حاله من القرف من اللعيبه دي، وما فيش اساسيات في مصر، وكلهم بيلعبوا عشان الفلوس فقط. يعني اللي معاه فلوس بيدخل قطاع الناشئين وشكرا. شفنا الزمالك اللي بيلعب برضه ببعض الاساسيين والاحتياطي، وضيف عليهم شويه ناشئين، وبرضه مش عارف ان هم يلعبوا، ومش عارف ينافس ولا يصعد من دور المجموعات بتاعه البطوله. برضه شفنا لاول مره بيراميدز بيصعد الناشئين ويلعب بيهم في كاس الرابطه، وللاسف خسروا ال6 ماتشات وخرجوا من دور المجموعات المركز الاخير. خسروا كل الماتشات بتاعتهم، بس المشكله ان هم كانوا بيخسروا كام؟ 5-6. اخر ماتش خسروه من بتروجيت كان 7-0 امبارح، وانتهى الاهلي والزمالك وبيراميدز من كاس الرابطه بخروج كالعاده من دور المجموعات. وعشان يبقى واضح في الكلام، بيراميدز كسب ماتش مودرن سبورت فقط لا غير من ضمن ال6 ماتشات اللي هو كان بيلعبهم في كاس الرابطه. خلاصه القصه دي وخلاصه البطوله دي بتقول لك قد ايه ان مصر ما فيهاش ناشئين، ان مصر ما فيهاش قطاع كوره خاص للعيبه الصغيره في مصر، ان كل اللعيبه الصغيره اللي في الانديه كلهم يفقدوا اساسيات كره القدم. لا بيعرفوا يباصوا ولا يرفعوا ولا يشوط ولا بيعملوا اي حاجه، كلهم مادي فقط. كل واحد ابوه معاه قرشين بينزله يلعب، كل واحد معاه واسطه بيلعب، كل واحد مصاحب واحد في مش عارف مين بيروح ملاعبه. انما ابن الفقير الموهوب ما في. اللاعب الموهوب اللي بيحب حاجه اسمها كوره، اللي عنده اساسيات الكوره، اللي لو نميته هيأدي لك ويعمل لك لعيب كويس، مش موجود. كله بقى فلوس. فخلاصه القول في الموضوع ده كله ان قطاع الكوره في مصر محتاج يتراجع. وللمره ال5000 بقول نفس القصه تاني، قطاع الكوره في مصر محتاج يتراجع ويعيد تدويره من اول وجديد تاني. اخر موضوع معانا النهارده، وهي المغرب عايزه مننا ايه؟ يعني انا عايز اعرف هي المغرب عاوزه مننا ايه. شفنا في اول البطوله جمهور المغرب قد ايه كان بيساند مصر في الملعب، وقد ايه كان الجمهور بيملى الملعب كله. اول ما تقول يلا مصر بتلعب، اول ربع ساعه الجمهور بيبدا يخش مجاني، وكان كله مبسوط، والجمهور بيشجع بعضه، والاهلي مع الزمالك مع بتوع المغرب كلهم في استاد واحد، وكلهم مبسوطين وبيشجعوا منتخب مصر، وكانت الدنيا حلوه جدا جدا جدا. طبعا لحد هنا عرفنا ان المسؤولين في المغرب اتقمصوا. يا عيني، يعني انتوا ازاي بتعملوا كده؟
يعني انتوا ازاي بتعملوا كده؟ فقاموا اتقمصوا وزعلوا من جمهور المغرب اللي بيساند مصر، وطلعوا علينا بتصريح ان ما عادش في حد هيدخل الاستاد تاني يشجع مصر من غير ما يشتري تذكره. طبعا كانت في اي بطوله معروفه ان بعد ربع ساعه من الماتش لو الجمهور مفيش مش مالي الملعب، بيبداوا يفتحوا الملعب للجمهور مجاني ان هو يخش. فكان جمهور المغرب اول بربع ساعه بتعدي بيبدا يخش ان هو يشجع منتخب مصر، زي ما احنا كنا بنعمل معاهم، او زي ما كانت الدنيا حلوه قبل البطوله بين جمهور مصر وجمهور المغرب. طلعوا علينا بتصريحات مسؤولين الكوره في المغرب ان مفيش دخول تاني نهائي لاي جمهور من غير تذكره، او بمعنى اصح قفلنا موضوع الدخول مجاني والدخول لمصر بقى بفلوس. لحد هنا كانت الدنيا تمام ومصر والمغرب حبايب. جه ماتش للمغرب وتنزانيا وحصل لقطه فيه تحكيميه، وكالعاده كلنا عارفين ان منتخب المغرب من اول البطوله وهو بيلعب بالتحكيم. يعني كلنا عارفين من اول البطوله ان جمهور المغرب عارف شخصيا ان منتخب المغرب بيلعب بالتحكيم. جه كوره لتنزانيا ضربه جزاء في اخر الماتش كانت كفيله ان هي تقلب الماتش او انها تخلي المغرب تطلع تاني او تخرج من البطوله، لا اتذكر قوي. وجمهور مصر كله قال ان دي ضربه جزاء. الكلام هنا ما عجبش بتوع المغرب، الكلام هنا ما عجبش جمهور المغرب، هوب اتقلبوا على جمهور مصر، بقى ما بيحضروش ان هم يشجعوا مصر، لا احنا هنحضر وهندفع تمن التذكره بس هنخش نشجع اي فريق بيلعب قصاد مصر. اي فريق بيلعب قصاد مصر او اي منتخب بيلعب قصاد مصر هنخش نشجعه. شفنا صفارات الاستهجان لما بيكون اي لاعب من مصر بيكون معاه الكوره، شفنا شتايم لجمهور مصر، شفنا شتايم للاعيبه مصر في الملعب، شفنا استفزازات كتير قوي للاعيبه مصر. كل ده علشان جمهور مصر طلع قال لك ان تنزانيا لها ضربه جزاء وان المغرب ماشيه بالتحكيم من اول البطوله. هنا ما عجبهمش الكلام وحبوا ان هم يقلبوا على مصر. اخر حاجه بقى من وقت خروج مصر من نصف النهائي على يد السنغال اللي بقت عقدتنا للاسف، وانها تلعب اخر ماتش على الثالث والرابع، كان فيه المؤتمر الصحفي اللي كالعاده دايما اي قبل ماتش في اي بطوله مهمه او اي بطوله دوليه او اي بطوله تحت قياده الفيفا او اي بطوله دوليه عموما افريقيه لازم بيكون في مؤتمر صحفي قبل الماتش. فبالتالي المؤتمر ده عباره عن ايه لو انت ما تعرفش؟ ان المدرب والكابتن بيقعدوا بتوع الفريق اللي هيلعب ماتش هنا وماتش هنا، يعني اللي هيلعب يعني مؤتمر صحفي هنا ومؤتمر صحفي هنا للمدرب ده وللمدرب ده، وان الصحفيين بيقعدوا يسالوهم اسئله. شفنا النهارده كميه قرف من الصحفيين المغربيين مع حسام حسن وتريزيجيه في المؤتمر الصحفي، حاجه تخنق، حاجه تزهق. شفنا قد ايه قرف من الاسئله اللي كانوا بيسالوها للمدرب الفني بتاعنا بتاع منتخب مصر. احنا مش حابين حسام حسن بس احنا ماشيين بتاع المثل، انا ده على ابن واكره اللي يقول امين. احنا فين مع بعض؟ انتوا مالكم؟ كل واحد حر في المنتخب، روحوا يا عم شجعوا المنتخب اللي وصل النهائي بتاعكم بالتحكيم، محدش قال لكم حاجه. لكن تيجي عند المنتخب المصري بتاعنا لا، كل واحد يلزم حدوده وكل واحد يعرف هو بيشجع ايه وليه ايه وعليه ايه. يطلع علينا شويه صحفيين ويقعدوا يسالوا ويستفزوا المدرب لحد ما ابراهيم حسن خرج من زهقه. يعني ابراهيم حسن من زهقه قال لهم يا جدعان انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا صفر قوي كده ليه؟ ده انتوا ما شمتوش البطوله بقالكم 50 سنه. والله ذكر، والله العظيم ذكر، اقسم بالله ذكر ان هو اداهم فوق دماغهم حركه زي دي. انتوا بتتكلموا على ايه ولا بتتنططوا على ايه؟ انتوا لولا التحكيم ما كنتوش وصلتوا نهائي، لولا التحكيم يا مغاربه ما كنتوش وصلتوا نهائي، وكمان هتوصلوا نهائي ممكن تخسروا من السنغال لو من التحكيم ما ساعدكوش ان انتوا تاخدوا البطوله. رغم ان التحكيم في ماتش مصر والسنغال كان برضو بيساعدكم لما كان عمال يوزع انذارات على اللعيبه، سواء بقى اي حد من المنتخب اللي هيصعد يكون فاضت لهم ايه شويه ما يلعبوش الماتش الجاي مع السنغال او مع مصر مع اللي هيلاعب بقى المغرب، لان احنا كده كده هنصعد المغرب من نيجيريا وشفنا ده كله حصل. يعني شفنا الماتش الوحيد اللي كان فيه عداله كرويه بين المغرب ونيجيريا شفناه وصل لحد ايه، وكان المغرب مش عارفه تعمل حاجه قصاد نيجيريا. فانتوا بتتكلموا على ايه وانتوا بقالكم 50 سنه ما خدتوش البطوله اصلا، 50 سنه ما شميتوش البطوله؟ فانتوا زايطين على ايه يعني؟ مش فاهم. كل واحد حر يا عم في المنتخب بتاعه، انا المنتخب بتاعي وحش مالكش فيه، انا اقول اي حاجه على منتخبي انت مالكش دعوه، انا ده على ابني وانت ما تقولش امين، انت مالك؟ مش بتاعتي. اقسم بالله اقسم بالله كان ليه حق محمد عبد المنعم لما سكت 60,000 متفرج في ماتش الوداد في نهائي افريقيا لما الاهلي خدها منهم في قلب ملعبهم، عكس البطوله اللي قبلها اللي خدتوها بالتحكيم. يعني هم معروف ان المغاربه طول عمرهم ما شغالين بالتحكيم. مع الاهلي لما خدوا نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعبهم بالكوسه والفهلوه ويعني برضو لما كنا هنكسبهم التحكيم هو اللي لحقهم برضو، وكانت رشاوه وقصه وكلنا عارفينها. جينا السنه اللي بعدها خدناه من قلب ملعبهم، والملك والكينج علي معلول لما رفع الكوره لمحمد عبد المنعم وسكت 60,000 متفرج في الملعب وخرسهم خالص لما كانوا بيصفروا عليه واستهجان وقصه دي.
انتوا اخركم تحكيم، المغاربه اخرهم تحكيم.